السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم في قناه وصفات سهله مع كريمه. اليوم غادي نقدم معكم اللحم بالقوق والجلبانه، غادي يعجبكم بزاف. تابعوا الفيديو الى الاخر. ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نشرمل اللحم ديالنا. غادي نضيف له معلقه صغيره ديال الكركم، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الابزار، وكذلك معلقه كبيره ديال توابل اللحم. وغادي نضيف القليل من الملح على حسب الذوق. من بعد غادي نضيف واحد ربع كأس ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، وكذلك غادي نضيف معدنوس، وغادي نضيف واحد 2 حبات ديال الثوم، غادي نحكهم. وغادي نحتفظ بعود القرفه وورقه سيدنا موسى، ما غاديش نديرهم دابا. من بعد وهنا كنبقاو نخلطوا مزيان التوابل ديالنا باش يدخلوا لينا في اللحم. ونخليو اللحم ديالنا يشرب شي شويه. من بعد غادي نوضعوه في الطاجين كما شفتوا هنايا، وضعته في الطاجين ديالنا. وهنا بقى لي هذاك شويه ديال التوابل، غادي نضيف لها شويه د الماء هي باش غادي نمرق الطاجين. كما كتشوفوا هنايا درت شويه ديال البصله مشلضه والحامض مصير، وكنضيف كذلك مطيشه بعد ما حيدت لها القشور وحيدت لها الزريعه ديالتها وقطعتها على هذا الشكل. من بعد كنضيف داك العود ديال القرفه وورقه ديال سيدنا موسى، وكنسد على الطاجين ديالي تشحر شي شويه، يعني غير دبل المطيشه والبصله، وغادي نبدا نحرك شي شويه. ومن بعد كنولي نغطي عليه وكنخليه يتقلى مزيان. يعني كما شفتوا هنا البصله ديالتنا دبلات والمريقه طلقات، يعني هذيك غير الماء ديال المطيشه وديال البصله، راه ما ضفتش الماء نهائيا. من بعد كناخذ الجلبانه ديالتنا كنوضعوها، وكناخذ القوق كنوضعوه فوق الجلبانه. من بعد كناخذ الجلبانه كنوضعها في القوق، يعني باش كتعطي واحد الشكل زوين للطاجين، يعني غير للتزيين. وكنوضع الحامض مصير، وكناخذ داك التوابل كنضيف لها شويه ديال المرقه ديال الماء، وكنضيفها فوق الخضر ديالنا، يعني فوق القوق والجلبانه. من بعد كنغطي الطاجين ديالنا وكنخليه يطيب على نار مهيله. كل ما قللنا النار كتيطيب اللحم مزيان وكيجي فتي. من بعد نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، اللحم بالقوق والجلبانه، كيجي رائع. والمريقه كما كتشوفوا كتجي خاتره. كنتمنى يعجبكم الفيديو هذا النهار، وان شاء الله ما تنساوش اللايك والاشتراك. وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.